سلام البنات، سلام زينونات ديالي، واش راكم؟ رجعت لكم فيديو خفيفه ظريفه كيما والفتكم. واليوم جيت نسيي معكم نعمل الليكيش وخبز دار بعجينه البيتزا. سامحوني صوتي، انا كنت بديت نعمر في هاد القوالب ونسي اني نثقبهم مليح. عن بالكم بلي عجينه البيتزا تطلع، الوغ لازم نرققوهم ونثقبوهم. وانا كنت صاي حطيت وحيد يطيبوا في الفور. بقاو لي غير هادوما لي 3 صغار، هادوما 3 وهذيك الكبيره خبز دار. هاد العجينه البنات سبق وعملت معكم العرسات ديالها. بلا ما ننساو البنات طبعا قبل ما نحطوا العجينه لازمنا ندهنوا بالزبده كما راكم تشوفوا البلاطو كيما يبرق. الله اكبر. انا البنات كانوا طابوا لي هذوك اللي حطيتهم الاولين، كنت قلبتهم على راسهم باش تشوفوهم. وهذه هي الخبزه، خبز دار. هذا الحشو البنات، الحشو يبقى اختياري. انا بالنسبه للحشو تاعي اليوم عملتهم على اساس انهم ديكيش سلطه. كما تشوفوا البنات كيما قلبتهم لكم شفتوا اللون الذهبي ما شاء الله. بالنسبه للحشو عملت طون وبيض مشرشم، يعني بيض مغلي، ومزجتهم بشويه مايونيز، ولا تمزجوهم غير وحدهم بالصوص تاع الطون على خاطر عملت طون طوماط. كما قلت لكم البنات عملت حشو سلطه. وانا الخبزه تاعي بدات تنفخ، وبقينا نجيو نحشيو. هنا كانت الساعة 6، يعني بقت ساعة للأذان. كنت عملتهم في آخر لحظة. راح نقلبهم لكم باش تشوفوهم من داخل كيما جاو. كيما تشوفوا رقاق ومقرمشين. الوغ البنات انا كان كلش واجد في لاطابل، مازالوا لي جوست هادو باه نحشيهم ونحطهم لكم سلطات، يعني يتكلوا سور بلاس، يتكلوا مباشرة. هنا الخبزة تاعي كانت طابت، كنت دهنتها شوية بصفار بيض وشوية قهوة. البنات كي تكون عندكم قهوة قاعدة لكم طايبة من امبارح ولا، خلطوها مع صفار بيض ودهنوا بها من فوق، راح تحمر لكم الخبزة. وهنا حنبداو نحشي مع بعضنا ليكيش تاعنا.
هنا راح نوريلكم في الحشو كيف ما جا، ونكملو نسقمو الباقي البنات ونرجع لكم. وهنا صايي الحشو راه جاهز. بالنسبة للتزيين البنات، هنا ما نقدروش نديرو جبنة مبشورة لأنه ما راحش نردوهم للفور، راح نقدموهم مباشرة كسلطة. الوغ نزينوهم سمحولي نزينوهم تزيين يليق بسلطة. أنا هنايا عملت تزيين بسيط، قصيت قطعة صغيرة من البندورة زينتهم بيها، وأضفت شوية تاع معدنوس وخلاص. كان هذا هو الشكل النهائي البنات. ان شاء الله تكونوا فوتوا معايا وقت باهي، وان شاء الله يكونوا عجبوكم. صراحة عجبونا في ماكلتهم، جاو مقرمشين، ولو انه حتى كيريحوا شوية جو احسن، لانه لو طراو شوية جو احسن. وتبقى البنات هذيك لاباط فويتي هي الميور بوغ لي كيش ولي سوفلي. وانا كنت جربت معكم واحدة البنات كيما تشوفوا ما فيهاش خلاص العجينة رقيقة ومقرمشة، وبالحشو جا بنين هايل. نخليكم صحة فطوركم بسلامة.